اهلا وسهلا، مرحبا بكم. قبل ما نحكي على قرعه دوري ابطال افريقيا نحب نشكر الناس اللي بعثوا لي في البريفي وسالوا عليا البريود اللي فاتت. الحمد لله يا ربي، ميرسي بيان على السؤال متاعكم. الفيديوهات انه واحد يعمل لايف ولا يعمل فيديو مش ديما تكون في مصلحة الفريق ولا تكون ديما عندها اثر ايجابي، وشفنا الفترة الاخرانية اللي اغلب الفيديوهات اللي قاعدة تصير عملت تفرقة في جماهير الترجي الرياضي التونسي، وكانت لها اثر سلبي اكثر منه الايجابي. نعاود نشكر الناس الكل اللي سألوا عليا. نمشيو ديريكت نحكيو على قرعة دوري أبطال إفريقيا اللي صارت اليوم. المجموعة الأولانية اللي هي مجموعتنا احنا والنجم الساحلي والهلال السوداني وبيترو أتليتيكو الأنغولي. مجموعة صعيبة مش خاطر المستوى قوي فيها، لكن لأنه المستوى متقارب فيها. لكن المجموعة هذه هي المجموعة الوحيدة اللي باش تنحصر فيها المنافسة على المترشح الأول، لأنه بطبيعتنا من توا عارفين شكون باش يترشح في المرتبة الثانية. به الترجي الرياضي التونسي او بيترو اتليتيكو، نتصور هذوما الصراع باش ينحصر بيناتهم على المرتبه الاولى. المرتبه الثانيه النجم الرياضي الساحلي. الهلال السوداني الى حد هذه اللحظه ما همش عارفين وين باش يلعبوا. باش يلعبوا هل انه باش يلعبوا في بنغازي في ليبيا او انه باش يلعبوا في المغرب كما لعبوا الماتشوات السابقه نتاعهم. ومستبعد جدا انه الهلال السوداني نظرا للاحداث اللي صارت عم مناول عقب مباراتهم مع الاهلي المصري انه الهلال السوداني باش يلعبوا في مصر. دونك الهلال السوداني كيف المريخ السوداني عم مناول لعبوا في ليبيا، ممكن يلعب السنة زادة في ليبيا او الاراضي المغربيه. نمشيو نشوفوا المجموعه الثانيه. سان داونز جنوب افريقي، مازيمبي، بيراميدز ونواذيبو. المجموعه هذه بالنسبه لي انا مجموعه حديديه. نتصور اصعب مجموعه هذه. سان داونز فريق نعرفوه الناس الكل. مازيمبي كيف بدا يرجع في المستوى نتاعو. بيراميدز المصري فيه برشا نجوم. فريق بيراميدز هو جوست تنقصوا ثقافة التتويجات. هو عنده ميزانية محترمة جدا باش ما نقولش ضخمة، وعنده لاعبين زادة محترمين جدا. المجموعة الثالثة الوداد سيمبا اسيك وجالاكسي بوتسوانا. نورمالمون اللي الوداد مترشح، تبقى الحوار بين سيمبا واسيك ميموزا. المجموعة الرابعة الأهلي بالوزداد يونغ أفريكانز وميدياما من غانا. ميدياما من غانا ذي أوت من توا. يقعد الأهلي المصري هو صاحب المرتبة الأولى. ما باش ما ندخلوش في حكاية شبيكم تضخموا ولا ما نعرفش شنو في الأهلي المصري. الأهلي المصري باش تبدأ الصعوبات معاه من نصف النهائي. فريق ما على روحه، معناها عايش في قارة وحده. إمكانيات ضخمة، إمكانيات مادية بدنية فنية بنية تحتية. الأهلي المصري أمانة يغرد في سرب وحده على باقي الفرق الإفريقية. باش تبقى المنافسة على المرتبة الثانية بين بالوزداد ويانج أفريكانز. بالوزداد يردوا بالهم شوية خاطر بالوزداد ماهيش هي متاع عمناول. دونك هذا كان ملخص للأربعة مجموعات. نرجع نحكيه على الترجي الرياضي التونسي باختصار. الترجي الرياضي التونسي أول حاجة وأهم حاجة من سيقود سفينة الفريق في قادم المباريات والاستحقاقات. الترجي من غير مدرب نورمالمون سامحوني المدرب سوف يكون أجنبي. هذه وحدة خطوة إيجابية. مصر فيها 105 ملايين واختاروا انه مدرب الاهلي المصري يكون اجنبي. الزمالك كيف بلاد ما فيهاش مدربين ولا العرب بصفة عامة ما عندهمش مدربين كبار، فاختصروا الناس، اختصروا الطريق واختصروا الوقت ومشاو وتعاقدوا مع مدربين اجانب. سهله الحكايه على الاخر. ما فماش مدرب حاليا تونسي ينجم يقود الترجي الرياضي التونسي للتتويجات القاريه. سهله على الاخر الحكايه. نتصور الإدارة فهمت الحكاية هذه وقاعدة تخدم على ملف مدرب أجنبي. إن شاء الله يجي مدرب في حجم الترجي الرياضي التونسي، في قيمة الترجي الرياضي التونسي، يرجع أمجاد الترجي الرياضي التونسي، على الأقل طريقة لعب الترجي الرياضي التونسي. عندنا تقريبا
فترة كبيرة من بعد 2019 نلعبوا بفريق أو بطريقة رعوانية وعشوائية جدا. اللي يتفرج من 2000 وبعد 2019 لحد آخر ماتش لعبته الترجي الرياضي التونسي أمانة فضيحة ونقطة سوداء في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. الطريقة اللي نلعبوا بها، مانيش نحكي عن نتائج، نحكي في العشوائيات اللي دخلنا فيها، اللي أمانة ماناش الترجي الرياضي التونسي بتاع العادة. الفريق اللي يعمل 15 و20 فرصة في المباراة، ماهوش الترجي اللي يخوف. ترجي ولا يعاني في ملعب رادس ضد فرق محلية في تونس. ان شاء الله المدرب الجديد، هي الرجة نفسية هكا ولا هكا باش تصير، لكن ان شاء الله ما تكونش رجة نفسية متاع مباراة واحدة برك. ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. احنا كجمهور شنو دورنا؟ فما عتاب كبير علي انا او الناس وعلى الناس الكل، كافة جماهير الترجي الرياضي التونسي، عدد الاشتراكات. راهو 9000 مشترك، راهي ما تجيش بالرسمي، ما تجيش. شنو 9000 مشترك؟ ليهم باش يساعدوك في رادس استادي هز 60000 باش يدخلوا 9000 حاجه. راي كايننا نلعبوا من غير جمهور يا خويا. دونك اقل حاجه لازم 20000 ابوني، 20000 مشترك. ما هيش حاجه صعيبه برشا، مانيش عارف شنو قاعد يصير. الناس الكل لازم تهبط تقص لي زابونمون نتاعهم. لازم قبل ماتش المستير، مش عندنا 10000، لازم قبل ماتش المستير عندنا 15000. ولازم قبل ماتش ليتوال 25 نوفمبر اول ماتش في الشامبيونز ليج لازم 20000. ابار سا راهو حكايه فارغه، وقاعدين راهو نحكيو في نطلبوا من الاداره ونطلبوا من اللاعبيه ونطلبوا من الاداره الفني، واحنا ماناش قايمين بواجبنا. 9000 مشترك راهي حاجة قليلة برشا، ما هيش في حجم الترجي الرياضي التونسي. وأنا متأكد مليون بالمية أنه جماهير الترجي الرياضي التونسي باش تقوم بالواجب كالعادة مع فريقها. وإن شاء الله مباراة النجم الرياضي الساحلي بإذن الله إن شاء الله يكونوا 20000 مشترك. هذا دورنا كجماهير، قبل ما نطالبوا الإدارة بالانتدابات، قبل ما نطالبوا الإدارة بمدرب أجنبي، قبل كل شيء نقوموا بالدور متاعنا. مع انه الرصيد الفني المتوفر حاليا ماهوش الرصيد الفني الواو، لكن ماهوش رصيد فني متواضع، رصيد فني نجم ندخلوا به دوري ابطال افريقيا مرحله المجموعات. وان شاء الله الميركاتو الشتوي زاده نزيدوا ندعموا الفريق متاعنا. حظ موفق للترجي الرياضي التونسي. المهمة ماهيش باش تكون سهلة، لكن ماهيش مستحيلة. نلعبوا كل ماتش والماتش متاعو، ولا للاستسهال ولا لنظرية المؤامرة والالتزام ثم الالتزام بالنسبة للناس اللي باش تحضر الماتش واد. شفتوا بقينا نعانيو وعمناو من غياب جماهيرنا، اللي هو قاعدة معروفة من الزمن البعيد. 50% من تحضيرات الفرق اللي جيت تلعب لتونس او للترجي الرياضي التونسي في تونس تحضيرات تفسير الملاعبيه نتاعهم نظرا لقوه جمهور الترجي الرياضي التونسي. راهو 50% من قوه فريقنا هي الجمهور نتاعنا. الناس الكل يد واحده مع الجمعيه، ونسبقوا مصلحه الجمعيه قبل كل حاجه، وربي يجيبنا في الصواب.